أقول بأن المغرب دولة صديقة بل هي شقيقة، بيننا وبها تاريخ، بيننا وبها عشرة، بيننا وبينها ملح. امتزجت نضالاتنا في قضايا التحرر من الاستعمار الفرنسي، دعمونا إلى آخره. وبيننا وبينهم جراح، وبيننا وبينهم جراح، لكن نحن مستعدين أن نتجاوز كل هذه المسائل ولا ننساها، لأن نبني علاقات متينة مهمتها مصالح متبادلة بين الدولتين، القضاء على الحدود الجمركية ولتنقل الأشخاص والبضائع، ولكن في إطار معالجة كل الملفات العالقة واللي نعرفها أنا موجودة على طاولتي وعلى مكتبي، ويعرفها الجانب المغربي، وطلبتها وكل الملفات جاهزة أمامي، وجاهز عندما نكون رئيس جمهورية ننتدب فريق يناقش هذه الملفات. وأتمنى أننا نسعى إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ككتلة مغاربية فيها تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، كلنا نتوجه مع الاتحاد الأوروبي بشراكة واحدة ونمثل مصالحنا، ولكن يجب معالجة كل القضايا العالقة اللي بيننا وبينهم. المغرب دولة شقيقة يجمعنا معها تاريخ سابق، فيه الحلو كثير وفيه بعد الاستقلال المر والمر الشديد. شعوب لنا نفس الدين ولنا نفس اللغة ولنا نفس التاريخ ولنا نفس المصير المشترك، وما غلق الحدود الجزائرية إلا كانت رد من الجزائر لإهانة من الأشقاء المغاربة عندما فرضوا الفيزا من طرف واحد على الرعايا الجزائريين، فكانت من الدولة الجزائرية آنذاك إلى فرض غلق الحدود نهائيا. لا احنا مستفيدين ولا المغرب مستفيد. نتمنى أن يكون لنا نفس اتفاق الشراكة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، احنا وتونس وليبيا وموريتانيا مع بعض، ولكن اختلفت السياسات فاختلفت المصالح.